رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وفقرتنا النهارده اللي جه ميعادنا معاها دلوقتي فقره مهمه جدا، العمل في الاسلام. طبعا اكيد في عيد العمال كلنا لازم نهتم ازاي الاسلام حث على العمل، ازاي الاسلام يعني وجهنا ان العمل شيء مهم جدا في حياتنا. وطبعا بيسعدنا ان احنا يكون معانا في هذه الفقره الداعيه الاسلامي محمد ابو النور. اهلا بيك، نورنا في فنجان شاي. يعني عايزين كده نبتدي نعرف الاسلام ازاي حث على العمل واهميه العمل في الاسلام. نبدأ بحمد الله. الحمد لله نسجد بين يديه سجدة الحب في محراب التبتل إليه، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، ونصلي ونسلم على سيد الأمم وماحي الظلم وخير العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، إذا قلنا بأن هناك دين يعتبر هو دين العمل، فنكون صادقين عندما نقول بأن الإسلام هو دين العمل. وفي شيء مهم عايز المشاهد ينتبه إليه، إن في مصطلح بيخدعنا به العالم الغربي لما بيقول إن إحنا مجتمع الدول النامية وهم الدول المتقدمة. بالظبط. الحقيقة إن إحنا مش مجتمع دول نامية. لا، الحقيقة إن إحنا دول نايمة مش دول نامية. ليه؟ لأن الدول النامية هي الدول اللي ليها معدل اقتصاد في تزايد، لكن لو تأملتوا هتجدوا إن إحنا الشعوب العربية شعوب مستهلكة فقط. صحيح. والنهاردة عشان نتكلم عن قيمة العمل لازم نذكر العيوب التي يجب أن نتلاشاها حتى نحقق بالفعل هذه القيمة. الشعوب العربية شعوب مستهلكة مش شعوب منتجة. حتى دول الخليج هي دول وهبها الله نعم كثيرة، البترول نعم كثيرة زي البترول، نعم، لكن هي تصدره فقط ما بتنتجش منه. وهبنا الله سبحانه وتعالى شمس بتشرق يعني نكاد نقول على مدار 24 ساعة يعني. ومع ذلك ما فيش عندنا طاقة شمسية. طب هنا ربنا حذر في القرآن من إهدار نعم الله. إزاي؟ نجد آية بتقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفرت بأنعم الله يعني الكفر هنا مش مقصود به كفر مخرج من الملة، لا، ولكن كفرت بأنعم الله يعني أهدرت نعم الله. فلما أهدرت نعم الله الآية تقول إيه؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. طب إحنا هتجد جميع الدول العربية بتشعر بالخوف والفقر، أعلى معدلات الفقر. بالظبط. طب المجتمعات الغربية دول أوروبا آمنة وفيها معدلات آمنة جدا، مفيش عندها خوف، مفيش عندها فقر، دليل ان هي صرفت نعم الله افضل منا. مش هتجدهم عندهم مسألة الجوع دي زي ما في الوطن العربي، مش هتجد عندهم الخوف زي ما عندنا. ولما بيخافوا يعني مثلا امريكا لما خافت بس شوية خوف بسيط كده ضربت العراق وضربت افغانستان، دولتين. صحيح. خافت. اسرائيل دي خايفة على طول، يعني اسرائيل دي مرعوبة فعلى طول تضرب في غزة وتضرب في جيرانها، دولة خايفة. احنا لما بنخاف بقى الدول العربية لما بيتملكهم الخوف بيعملوا ايه؟ بيضربوا في بعض زي ما احنا بنشوف دلوقتي واقعنا المرير. طب يعني شيخ محمد، انت قلت ان احنا دول نايمة. نعم. مع ان احنا اكتر دين، يعني اكتر دولة ماشية بالدين الاسلامي، والمفروض ان احنا عارفين اهمية العمل في الدين الاسلامي. هنلاقي على الصعيد الآخر الدول الأجنبية أو الدول الغربية أو الصين اللي هي بيكاد يكون عندها ما فيش دين أصلا، بنلاقيها إن هي أكتر دولة يعني منتجة متمسكة بقيم العمل وأكتر ناس بتشتغل. صحيح. شايف إيه السبب في ده؟ نعم، ده سؤال هام، لأن ما نعيشه الآن في المجتمع العربي هو ما يسمى بالسلبية الاتكالية. السلبية الاتكالية، واحنا ما بنتبعش ديننا اتباع حق، احنا بنتبع مظاهر الدين وليس جوهره. صح، ومؤخرا كمان. احنا عندنا دلوقتي المجتمع بيجذب في اتجاهين: تيار علماني وتيار متشدد. ديني. تيار علماني متشدد وتيار ديني متشدد. صحيح. الاتجاهين دول خلوا حقيقة الدين تضيع، ما بقاش في عندنا حقيقة الدين. احنا عايزين دلوقتي يبقى عندنا تيار جديد
يعني أقدر أسميه بالتيار العلمانية، مم. نجمع فيه بين العلم وبين الدين، إن هو ديننا حسنا على ذلك. مش هنقول الشعب المصري ما بيشتغلش، لا، الشعب المصري أكتر شعب بيشتغل، ومعدلات ساعات العمل، يعني ناخد بالنا معدلات ساعات العمل في مصر من أعلى معدلات ساعات العمل في دول احنا ما العالم. عندناش حاجه اسمها يعني يجي الساعه 6 اروح واقفل الموبايل وما لا ما فيش لا، لو الكلام عندنا ده. شغل هتقعد تعمل طول شغل. اليوم. بالظبط كده. وهتبص هتجد عندنا الخباز المصري بيقف قصاد النار والفرن من الصبح لغاية بالليل. هتجد كذلك قطاع كتير من السواقين والعمال، حتى الموظف بيعمل بعد الظهر. يبقى القضية مش في زيادة العمل، القضية في توظيف العمل والاتقان. يعني هقول لحضرتك حاجة غريبة. المشكله كمان ان الناس اللي بتتخرج ما بترضاش ان هي تشتغل في غير مجالها او غير دراستها، يعني بتتكبر على انها ممكن تشتغل شغلانه تانية دي لحد ما مشكلة تلاقي كبيرة جدا. شغلانه مثلا تناسب الوظيفه او تناسب الدراسه. بس يعني لازم نقول برضو للشباب انه ما ينفعش ان احنا نقعد مكاننا ونستنى لحد ما وظيفتنا تجينا لحد عندنا او المرتب اللي هو عايزه. طيب تخيل حضرتك، هنقول حاجة غريبة جدا. دولة زي اليابان أقصى معدل ساعات العمل في اليابان 8 ساعات. احنا مصر العمل فيها 12 ساعة. يبقى العملية مش بزيادة ساعات العمل. دولة زي اليونان من أكتر الدول فيها ساعات عمل بتشهر إفلاسها حاليا. القضية في توظيف العمل، قضية الشباب اللي حضرتك بتطرحوها. بنعمل ايه في عدد الساعات دي؟ بالظبط كده. أنا بعتبر الشباب معذور إلى حد كبير. يجب على رجال الدولة وكل مسؤول إنه يشوف الطاقات دي ويدور على، إحنا دلوقتي هقول شيء مهم لازم المشاهد ينتبه إليه. الاعتكاف في المعمل وفي المختبر الطبي، الاعتكاف فيهم لا يقل أجرا على الاعتكاف في المسجد، ما يقلش. الجهاد الآن مش بس جهاد في الحرب، الجهاد الآن في الاختراع كل واحد في وظيفته. نعم. لأن احنا قلنا غبي من يظن أنه سينتصر بسلاح من صنع عدوه، ما عندوش عقل. عدوك لما بيديك سلاح وعنده عارف نقاط ضعفه ونقاط قوته. عندهم انت لما حضرتك تروح مثلا تزور دولة زي اليابان، مجرد ما بتعدي المطار بتجد يافطة كده مكتوب عليها فكر لتبدع. فكر عشان تبدع. احنا هنا بتجد ايه؟ تجد عمارة كبيرة عليها اعلان كبير مثلا مكتوب استرجل واشرب بريل مثلا. يبقى اذا ما فيش حد بيدور على الطاقات او على الشباب المبتكر. انا هحكي لكم قصة بسيطة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان نشوف قيمة الاتقان، وان القضية مش بس بوقت العمل.